واخر مرة رحت فيها على السوق المستعمل ما تهنيت من كتر الحرارة اللي شوتني شوي، فاليوم قررت ارجع اروح بس المسويات. الحمد لله الطريق ما كان كتير زحمة، بس الاشارات كانت كتيرة وبتاخد وقت لتفتح. لما وصلت كان زحمة مو طبيعية، بس بعد ما سوينا كم فتلة لقينا صفي على الترابية. وهذا هو السوق، عبارة عن مخزن كبير مفتوح كله على بعضه، ومن فوتك بتشوف التنوع بالبضايع اللي عم تنباع. اول محل كان عنده بواط مشكلة من عدة ماركات، في اديداس ييزي بعدة الوان وموديلات، وكمان نايك ان كان جوردن ولا موديلات تانية، والاسعار كتير حلوة. والمحل اللي بلزقه كان مظبطه تظبيط غير شكل، شيء حلو ومرتب. عنده الكترونيات للكمبيوتر وشغلات مشكلة للسيت اب. لقيت عنده هي الشغلة بتعرض لك صور بشكل ثلاثي الابعاد كتير حلوة. طلعت وبلشت سوي فتلة بهالسوق الحلو. اغلب المحلات هون عندها بضايع مشكلة ملونة، من البسة لبواط لدرونات لالكترونيات منزلية. شوفوا لي على هالخلاط اكبر من راسي الله وكيلك، وهالبيل اللي فيك تضوي الحارة كلياتها فيه. في شغلات ما بتخطر على بالك ابدا، مثل هالمسجلة الصغرونة او هالتليفون اللي له كاميرا وشاشة. طبعا سكوترات ما في سوق رحت له الا وكان مدروس درس فيهم، والكراكيب في كل مكان، بس بيناتهم بيلتقى لقطات احيانا. وهي حلاوة المكان، ما فيك تتوقع شو حتلاقي ابدا، مثل هالمكنسة الصغرونة او هالاختراع اللي ما بعرف شو قصته. بالاخير طلع لتمارين المعدة، قعدت تجرب فيه والله طلع فعال. من اول استخدام بتحس عضلات معدتك عم تشتغل على المظبوط، فبدون ما افكر مرتين اخذته. تشكيلة البواط هون حلوة، بس انت وحظك لتلاقي مقاسك. ولما قلكن انه هون ممكن تلاقي شغلات ما بتخطر على بالك، لقينا هالآلة الموسيقية الغريبة اللي بدقوا عليها، وما شاء الله طلع اخي خبير فيها وانا مالي عرفان. كمان في محلات بتبيع موبايلات، كمبيوترات، لابتوبات وشاشات من كل الانواع. طبعا هذا السوق قد ما حاولت حتضيع فيه. الممرات كلها بتشبه بعض ومتشعب بشكل مو طبيعي. في محل مظبط عنده البضاعة بشكل مرتب وحلو، عنده نظارات، كروكس، بواط بكل انواعها، الشناتي الصغيرة اللي بيحملوها الشباب الوازنين، وتشكيلة جزادين وشناتي نسوانية للي بيحبوا الماركات. لك حتى شحاطات، طواقي وشناتي للظهر موجود. لقيت كمان العاب للقطط، ماكينات للرياضة بكل انواعها، وكراسي للمكتب. بعد لمحت محل عنده كراتين مفتوحة وشكله فيها بضايع، فقربت لشوفها والله طلع فيها لبس ماركات مشكلة، ليفايس، جاك اند جونز، وكل شيء لساته بالكرت تبعه. وطلع مو بس بيبيع لبس، عنده كمان سبيكرات قد حجم راسي وماركة معروفة كمان. واللي من عشاق الانتيكا هالمحل عنده شغلات بتجنن. ما تحملت وفتت لألقي نظرة جوا، ويا سلام بتحس الشغلات القديمة معمولة بشغف وفيها روح. هذا المكان اكيد رح ارجع له بس يكون معي شوية مصاري. وانا طالع لقيت محل على الزاوية كبير وفارد بواط بكل مكان. قربت لشوف شو القصة، طلع عنده شغلات خيلة، كنادر وبواط جلد من ماركات معروفة، والجودة تبعهم ممتازة جدا. في من كل الموديلات والالوان لكل الاذواق والمناسبات. وهيك بيكون انتهت رحلتنا لليوم. ما تنسى الفولو لانه جاي لسه احلى بكتير.